عليكم، مرحبا بكم معايا. بالنسبه للوصفه ديالي ان شاء الله غادي يكونوا عباره على رغايف بالخضر والجبن. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم لانهم كيجيو ساهلين وبساط كذلك وكيجيو رائعين في المذاق. فتابعوا معايا الطريقه ديال التحضير. المقادير اللي غادي نحتاجو واحد بصله مقطعه، غنحتاجو كذلك قرعه محكوكه، غنحتاجو كذلك فلفله حمراء مشويه ومقطعه رقيقه، غنحتاجو كذلك فرماج ديال الساندويتش والتوابل. فغادي نحتاجو ملح، ابزار او فلفل اسود وكذلك فلفل احمر او التحميره، وكذلك غادي نحتاجو بالطبع زيت المائده باش غادي نطيبو. في مقلاة على نار متوسطه غادي نوضعوا البصله مع شويه ديال الملح مع شويه ديال الزيت ثم كنخليوه حتى كتدبل لينا البصله. بعد ما كتدبل البصله وطيب مزيان فهنا غادي نضيفوا القرعه او الكوسه ومع التوابل اللي ذكرنا، ثم كنخلطوا الكل وكنوضعوه على عافيه تكون مهيله حتى كيطيب لينا القرعه الخضراء او الكوسه حتى كطيب مزيان وكتدبل. فهنا غادي نغطيو حنا المقلاة وغادي نخليو الكل يطيب على خاطرو. وهنا في المرحله الاخيره فاحنا غادي نضيفوا الفلفل الاحمر يعني مقطع مربعات صغيره ومشوي، ثم غادي نخلطوا على هذا الشكل، ثم غادي نخليو تقريبا 2 دقائق حتى كيستوي الحشوه. بالنسبه للعجينه فغادي نحتاجوا زلافه ديال الدقيق او 250 غرام ديال الدقيق، نحتاجوا كذلك 125 غرام ديال دقيق القمح او نص زلافه، والماء دافئ باش نعجنوا، والملح والسكر والخميره ديال العجين. هنا غادي نوضعوا جميع المكونات ديال هذه العجينه في اناء او ممكن نستعملوا اليد باش نعجنوا، ثم كنعجنوا بالطريقه المعتاده بالماء دافئ وحنا كندلكوها مزيان. هنا كتصبح العجينه ديالنا واجده. كناخذوا هذه العجينه كنقسموها الى كريات صغيره الحجم على حسب الحجم ديال المسمن اللي بغيتو تحضروه. ثم هنا كناخذوا كل كويره كنحاولوا اننا نبسطوها بالزيت على هذا الشكل. نحاولوا اننا نتعاملوا مع العجينه بمهل باش ما تقطعش لينا. ثم غادي ناخذ شويه من الحشوه كنوضعوها في الوسط ونحاول انني نشكلها على شكل مربع. ثم كنوضعوا الفرماج ديال الساندويتش على هذا الشكل، ثم كنحاولوا اننا نطويو العجينه على هذه الطريقه، كيكون واحد الجانب من الفوق والجانب الاخر فاحنا كنوضعوه في الاسفل ديال الرغيفه باش كتجي يعني العجينه ما كتكونش كلها على جهه واحده، كيكون واحد الجانب كيكون من الفوق والجانب الاخر فانا كندوزو من التحت. فهنا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كاع دوك الكريات وكنشكلوا الرغيف ديالنا. من بعد غادي ناخذ واحد الصينيه اللي غادي ندخلوها الفران. غادي نحاول اننا نوضع هاد الرغيفات في الصينيه ونحاولوا اننا نبسطوها بشويه على هذا الشكل. والاكيد بالنسبه لهاد الرغيف اما طيبوهم في الفران او ممكن كذلك طيبوهم في المقلاة كيجيو رائعين. وهنا قبل ما غادي ندخلوهم للفران اكيد غادي نخليهم انهم يرتاحوا تقريبا واحد المده ديال 10 دقائق حتى ممكن نقولوا انهم غير يخمروا فقط واحد شويه. ثم فاحنا غادي نحاولوا اننا ندهنوهم من الوجه ديالهم بشويه ديال الزيت، وممكن انكم تزينوهم سواء بحبوب ديال البافو او الخشخاش او شويه ديال السمسم. وكتدخلوهم اكيد الفران يكون سخون على درجه حراره 200 درجه حتى كيطيبوا مزيان ويتحمروا وكيصبحوا واجدين وبالصحه والراحه. هذا هو شكل الرغيف بعد ما كنخرجوهم من الفران كنقدموهم وهما سخانين كيجيو رائعين ولذاذ. كنتمنى ان الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وكذلك تعطيونا تعليقاتكم وارائكم، ودمتم في رعايه الله.